سعيد وعوض الغنام. يا عوض، اهلا بيك يا استاذه لميس. انا الان اقف امام مدرسه القنال وهي تتوسط بالضبط قلب مدينه بورسعيد. الكاميرا خلفي ربما تظهر نضاره نسبيه في عدد اقبال الناخبين على هذه المدرسه او تلك اللجنه، لكن عند ساعات الصباح كان الامر مختلف تماما. كان هناك ازدحام شديد جدا، وربما دلاله ذلك ان درجات الحراره الان ترتفع بشده، وهو ما يدلل على ان مع الساعات بعد العصر وقرب المغرب ربما يزداد عدد الاقبال. لكن هناك ايضا ملاحظات اخرى ساسردها لحضرتك سريعا. الملاحظه الاولى ان هناك كردونات امنيه بمساحه حوالي 150 إلى 200 متر حوالين كل اللجان، وهو ما يحول دون دخول أي من مؤيدي المرشحين من ليس لديهم أسماء في تلك اللجان، وهو طبعا ما يقل أو يحد من حالة الشحن السلبي أو الإيجابي في المشاحنات الدعائية بالنسبة للمرشحين. الملاحظة الأخرى وهي في غاية من الأهمية، بالأمس وفي الصباح جلست مع أهل البورسعيدية على عدد من المقاهي وتحديدا في الحي التجاري، وهو يمثل عصب الحياة الاقتصادية. هناك حالة استقطاب كبرى أستاذ لميس بالنسبة للمرشحين، لكن أعتقد أن الذي سيحل هذا اللغز هنا في بورسعيد، لا أعتقد في محافظات أخرى لكن بتكلم هنا عن بورسعيد، هو مؤيدي المرشح السابق حمدين صباحي. الأرقام هنا تدلل على ذلك. أن السيد حمدين صباحي حصل على 104,000 صوت هنا في بورسعيد، بينما السيد شفيق حل ثانيا ب40,000 صوت، بينما السيد مرسي حل ثالثا ب38,000 صوت، وهو ما يدلل أن السيد حمدين صباحي أو الكتلة التصويتية ستكون رقما صعبا هنا في بورسعيد. اخبار اقبال النسائي ايه يا عوض؟ انا حاسه لا عالي جدا، عالي للنساء بورسعيد بالذات عالي جدا اتفضل. وذهلت ايضا من السيدات يعني الكبيرات في السن او المتاخرات في العمر، يعني وجدتهن هنا بكثافه عاليه جدا دونا عن لجان اخرى. يعني هنا الكثافه عاليه بشكل ملفت للنظر بالنسبه للسيدات هنا في بورسعيد. الحقيقه يا عوض انت معاك حق، الارقام بتذكرنا وانت ذكرتني بعض الارقام. حمدين كان الاول في بورسعيد، تلاه ب 104,000 صوت، مظبوط، 41% من نسبه التصويت. احمد شفيق جاء بعديه ب 16%، ثم محمد مرسي جاء ثالثا، ثم ابو الفتوح، ثم عمرو موسى. يعني كتله حمدين هي كانت الكتله الاكبر، وبالتالي هي دي الرقم الصعب في بورسعيد زي ما انت قلت يا عوض بالظبط. كتله حمدين صباحي هي الرقم الصعب. قول لي فكره الابطال ايه الاكثر منتشر في بورسعيد؟ فكره الابطال ولا في بنتكلم في مقاطعه ولا الاقبال بشكل كبير؟ لا، الإقبال هو الحاضر الغائب هنا. يعني فكرة المقاطعة أنا لم ألاحظها رؤية العين أو لم أتحدث مع أحد هنا في بورسعيد. يعني الملاحظة الهامة يا أستاذ لميس برضو حتى نبين للمشاهدين أن بورسعيد ربما تختلف جغرافيا وحسب طبيعة السكان غير كل المحافظات. الحياة التجارية هنا هي تمثل الحياة، يعني الحياة هي تمثل عصب الحياة الاقتصادية هنا في بورسعيد. يعني الاستقطاب قائم على الفكرتين. الفكرة الأولى أن محمد مرسي وعد من خلال كتلته البرلمانية السابقة قبل حل البرلمان بعودة بورسعيد مرة أخرى كمنطقة حرة. هذا مبرر لأنصار مرسي. بالنسبة لأنصار سيد شفيق يرون أن الاستقرار الاقتصادي والأمني الذي وعد به سيد شفيق هو مبرر أيضا إيجابي لاستمرار تدفق الحياة الاقتصادية التجارية هنا في بورسعيد. عوض، فلذا حالة الاستقطاب كبيرة جدا. عوض، النواب السابقين لمجلس الشعب المنحل، هل لهم وجود في الشارع؟ يعني بورسعيد فيها عدد نواب كبير، اخوان وسلفيين وما الى ذلك، هل موجودين النواب دول في الشارع؟ أنا شخصيا يعني للأمانة لم ألاحظهم، لكن علينا برضو أن نؤكد للمشاهد أن بورسعيد هي بلد مفرخة ومنتجة للقيادات الشعبية الثورية في مصر بصفة عامة. فهنا السيد جورج إسحاق القيادي الوفدي محمد الشردي، هنا من بورسعيد البدري فرغالي، يعني هناك قيادات طبعا إخوانية معروفة. فبورسعيد يعني اتفضل يا فندم. اكرم الشاعر، لا انا بقول الاسامي معاك. طبعا
فيعني كل التنوعات الفكريه والايديولوجيه والسياسيه بكل اطيافها موجوده هنا في بورسعيد. يعني انا سعيد جدا بحاله الزخم الانتخابي الموجود هنا. لم ارى اي مشاحنات سلبيه على الاطلاق، يعني لم تلاحظ كاميرا CBC ولم الاحظ انا بشكل شخصي على الاطلاق هذا الاستقطاب السلبي. جلست مع الناس في المقاهي وفي الشوارع. طيب. ووجدت حوارا رائعا جدا. كل منهم لا اتفضل يا فندم. عوض التجاوزات بقى، هل بتلحظ تجاوزات ولا يعني واضح ان مثلا في اللجنه اللي انت فيها في كوردونات، طب ما فيش دعايه قدام اللجان، لكن في اللجان الاخرى هل في دعايه قدام اللجان؟ انا مررت على جزء من اللجان، يعني مررت على جزء من اللجان وليس هذه اللجنه، لكن هو بحكم طبعا تواجد الارسال هنا فنحن نبست الارسال، لكن نحن تجاوزنا على عدد من اللجان. لا لم ألحظ أي تجاوز، يعني ربما في الساعة الراهنة كما ذكرت لحضرتك، لأن الأعداد بدأت تقل بسبب درجات الحرارة. على كل حال يعني معنا حتى آخر النهار وغد، يعني سنكون شهود عيان عما سيحدث هنا في الشارع البورسعيدي عموما. يعني أشكرك عوض الغنام على التغطية الدقيقة من بورسعيد. بورسعيد زي ما قلنا كان الصوت الأول لحمدين، النسبة الأكبر كانت لحمدين صباحي، إذن كتلة حمدين صباحي هي الكتلة الأكثر تأثيرا في هذه الانتخابات، طبعا غير ال 24 مليون التانيين.